أثار قانون في الجزائر يتيح للمواطن القبض على المجرمين جدلا واسعا، إذ أن المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية تتيح لأي مواطن ضبط الفاعل في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. وقد لاقى القانون تأييدا بينما عرضه آخرون لدواعي تنظيمية كون تطبيقه يحمل مخاطر عديدة. ينضم إلينا من الجزائر مراسلنا محمد جرادة. محمد، مادة قانونية تتيح للمواطن اعتقال المجرمين، كيف يتم ذلك وكيف يتناول؟ مواطن يعتقل مجرما قانونيا، هل يمكن أن يصبح كل جزائري رجل شرطة؟ مرحبا بكم في النشرة المغاربية، أسرع تغطية إخبارية. جدل واسع في الجزائر. مادة قانونية مثيرة للجدل تمنح المواطن الحق في القبض على المجرمين. المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية تفتح الباب أمام الشعب ليكون جزءاً من مواجهة الجريمة مباشرة. هل هي حماية للمجتمع أم فوضى بانتظار الانفجار؟ شاركونا رأيكم في التعليقات واضغطوا لايك واشتراك لتبقوا في قلب كل حدث ساخن. تناولها أيضا الرأي العام. أريد لنكون دقيقين أن المادة ليست حديثة، تعود لسنوات قبل، والمادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية هو تحديث لهذه المادة. المادة تتيح للمواطن ربما مساعدة مصالح الأمن والقضاء من خلال توثيق الجرائم والاعتداءات، وهي المشاهد التي ساعد فيها المواطنون عبر مواقعهم أو مواقع التواصل صفحاتهم في القبض على هؤلاء المجرمين. وحتى جهاز الشرطة الجزائري أشاد بهذه المبادرات للمواطنين من خلال التوثيق بالفيديو والصورة للعديد من المواطنين. وهناك الكثير من القصص، نتحدث ربما آخر تلك القصص اعتداء شاب على الطريق العام على سيدتين خلال تنقلهما بسياراتهما ومحاولة الاعتداء وكسر الزجاج الخلفي. فهذه الصور مكنت من تحديد هوية المعتدي والقبض عليه، إلى جانب العديد من الحالات مثل الكهل في أمبواقي الذي تعرض للاعتداء بالسكين، وصور هذا الاعتداء تم تداوله وتوثيقه ومكن مصالح الأمن من القبض على الجنات. هذه بعض من القصص. وحتى المخالفات المرورية، اليوم هناك العشرات من الصفحات التي توثق أي مخالفة مرورية أو مناورة لسائقين، ويتم التبليغ من خلال رقم التسلسلي للسيارة والكشف. وحتى الدرك الوطني أشاد بهذه القصص. لكن بالنسبة للقبض عليهم صحيح يتيح نقل هؤلاء، لكن في حدود معين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل هؤلاء محل مصالح الأمن أو سلك القضاء. ربما قد تكون هناك تجاوزات. القانون يتيح القبض ونقلهم إلى الشرطة، لكن في حدود دقيقة وعدم تجاوز مهامهم. نعم أريش. فتح يعني فتح باب عدالة الشارع، أو يعني المخاوف المثارة حول هذا الأمر، تطبيق فتح العدالة، عدالة الشارع من قبل الحقوقيين على وجه الخصوص. فعليا خطوات المواطن ربما في مساعدة جهاز الشرطة والقضاء قد يطاله بعض المخاطر والمحاذير. المحاذير أن يتحول هؤلاء إلى رجال شرطة أو قضاء. القانون في هذا المجال ربما تخوف بعض الحقوقيين أن يتجاوز هؤلاء صلاحياتهم ويحلون محل الشرطة أو القضاء ويقومون بأفعال قد تحول الضحية إلى متهم، وخاصة حينما يقوم بأفعال ربما عنيفة، نقله أو التعدي على المجرم، ربما يتحول هذا المجرم إلى ضحية والضحية إلى متهم. نروي أيضا قصة ربما وقعت وقد توثق هذه الحالة، حالة سيدة بولاية الصيف
على بعد 300 كيلومتر من العاصمة سيدة منقبة اعتادوا عليها وربما كانت ضحية، والقضاء أدى إلى القبض على هؤلاء. شكرا لك محمد جرادة مراسلنا، كنت معنا من الجزائر. كما تابعتم، المادة 94 ليست جديدة بل تحديث لنص قديم، لكنها فجرت جدلا واسعا اليوم. المؤيدون يرونها خطوة جريئة لتعزيز الأمن ومشاركة المواطن في مواجهة المجرمين مباشرة، بينما يحذر المعارضون من مخاطر الانزلاق للفوضى إذا استخدم النص بشكل عشوائي. السؤال الآن: هل يمكن أن يتحول المواطن إلى شريك للشرطة؟ أم أننا أمام قانون قد يشعل جدلاً أكبر من أن يحتوى؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. التحليلات السياسية وأبرز الأحداث لحظة بلحظة بصيغة مرنة وسريعة. شارك الفيديو مع أصدقائك على واتساب وفيسبوك ليصل للجميع. أفكارنا الأصلية ومظهرنا الخاص أصبح مصدر إلهام للكثيرين. شكراً لكم على جعلنا مرجعاً.